هلو يا بنات، اوعي تفتكري ان انت محتاجه ب100,000 جنيه منتجات عشان خاطر تستحمي وتبقى ريحتك حلوه مفحفحه وتمشي تقولي قبه الخطر وقبه الجمال ويا ارض تهدي معاكي قد. في الفيديو ده انا هقول لك على ارخص روتين تقدري تعمليه في الشاور بتاعك عشان تبقى ريحتك حلوه وتبقي مستحميه وتبقي فله شمعه منوره، وفي نفس الوقت مش هيكلفك اي حاجه. لو مهتمه تابعي معايا الفيديو الاخر. انا مريم عوزه ودي قناتي وانتي منوره حياتي. ما تنسيش تعملي لي لايك، شير، سبسكرايب وتفعلي زر الجرس عشان يوصلك كل فيديوهاتي الجديده. لو عندك اي سؤال ما تنسيش تكتبيه تحت في التعليقات. الشاور والاستحمام والهير كير روتين والنيلز روتين والبادي روتين، كل الحاجات دي بقت بتتكلم في حدود ال1000 وانتي طالعه. الكريمات اسعارها بقت عندها مشكله، انا معرفش هو فيه ايه. فاحنا النهارده هنتكلم عن ارخص حاجه بحيث ان انتي تبقي فريش ونظيفه وكمان ما تدفعيش فلوس كتير. اول حاجه واهم حاجه في الشاور هي الشاور جل او الصابونه. هي الصابونه مش وحشه يا جماعه، صابونه دوف خطيره، وده ولا ان انا بعمل دعايه لدوف ولا بعمل دعايه للوكس، احنا اتولدنا لقينا لوكس عندنا في الحمام، دي ما فيهاش اي كلام. فاول حاجه في روتينك في الشاور انك تغسلي جسمك بصابونه. اوكي، مش لازم شاور جل، مش لازم هاند جل، مش لازم الكلام ده كله خالص. تاني حاجة مهمة في الاستحمام هي تقشير جسمك من خلايا الجلد الميت. وتقشير الجسم ده طبعا ممكن تستخدمي مقشرات كتيرة جدا، بس صدقيني انا جربتهم. انا جربت مقشر الملح ومقشر مش عارف ايه وكل البراندات تقريبا انا جربتها، وانا عايزة اقولك ان عادي، يعني عادي، الموضوع مش مستاهل. هو سكر، زيت زيتون، حبة بن من كوباية بابا القديمة، بس حطيهم على بعض واعملي بيهم سكراب لجسمك، وصدقيني هيفرق جدا في بشرتك. وبس كده، ولا ماسكات ولا نيلة زرقاء ولا مش عارف ايه الحاجات دي كلها. بصراحة انا اولد فاشن، متبعة النظام العادي للاستحمام والنظافة الشخصية. اوكي، بعد كده بتطلعي من الشاور بتقدري ان انت تنشفي جسمك ويبقى بالطبطبه عشان ما نبهدلش الجلد بعد ما احنا عملنا سكراب. وبعد كده اول حاجه تعمليها هتحطي مرطب. عندك انواع كتيره جدا من المرطب، انا بفضل يعني اللي عندي كده جنب الرخامه بتاعه المطبخ كريم نيفيا سوفت، لان هو بصراحه سهل في الدمج، بيمتص البشره بسرعه ويجنن. بس انا هقول لك على بدايل، انت ممكن تستخدمي كريم نيفيا سوفت او ممكن تستخدمي فازلين لوشن، جلايسوليد لوشن، في حاجات كتيره جدا تقدري ان انت تستخدميها. وفي اضيق الاحوال زيت جونسون. زيت جونسون ده اصلا معمول للاطفال، او زيت نونو بتاع الاطفال. نونو او اي براند انت تحبيه تقدري ان انت تستخدمي الزيت بتاعه وتبتدي ان انت تدهني بيه جسمك قبل ما تطلعي من الحمام، يعني والدنيا لسه بخار كده حواليكي هترطبي بيه جسمك كله. عايزه اقول لك ان هو العبوه بالنسبه لسعره، بالنسبه لكميته، بالنسبه لحجمه، فهي هتقعد معاكي كتير جدا وسعره يعتبر رخيص. انا زي ما قلت لك انا طول الوقت عندي على الرخامه في نيفيا سوفت ده عشان بعمل ايدي بعد المواعين لان بيطلع لي اكزيما، فلازم ان انا ارطب على طول. بس انا بالنسبه لي بستخدم اي حاجه موجوده. بعد ما خلصتي الشاور تقدري ان انت تستخدمي اي بودي سبلاش ريحته عجباكي. طيب لو انت مثلا ما عندكيش بودي سبلاش والكلام ده، تقدري تجيبي زيت عطري. اقل كميه موجوده في الحياه من الزيت العطري ده، اي زيت عطري انت تحبي ريحته موجود، هاتيه زيت من غير ما يبقى عليه كحول، وحطيه على حبة من الزيت بتاع نونو أو أي زيت بتاع أطفال، حطيهم على بعض وبيعملي بيهم جسمك على أماكن النبض اللي موجودة في جسمك، زي هنا المناطق اللي هنا بتاعة الإيد دي، تقدري إن انت تحطي عليها زيت وهتبقى ريحتك حلوة وخفيفة وهيبقى جسمك مترطب وهتبقي مستحمية وكل حاجة فيكي زي القمر. نصيحتي ليكي انك ما تكتريش في المنتجات، لان مش معنى ان انت بتستخدمي منتجات كتير ان انت هتبقي فله شمعة منورة، لا، اهم حاجة في الموضوع ده هو الاستمرارية والالتزام على الروتين. الجو بقى حر، فيا ريت لو انت تقدري انك تستحمي كل يوم، دي حاجة كويسة جدا ليكي ولصحتك. واخر حاجة هي ترطيب الرجل، وانا بفضل كريم كرباميد او كربامايد لو عندك، في منه اللي هو 10 يوريا وفي ال20 يوريا. طبعا ال20 يوريا ده خطير، فخلينا عادي في ال10 يوريا انك تحطيه على رجليكي وعلى كعب رجلك وتلبسي شراب وتنامي في سلام. هتصحي تاني يوم هتلاقي نفسك فريش ويومك حلو ومستحمية وريحتك جميلة، تقدري ان انت تشوفي وتواجهي العالم. وبس كده، ده كان ارخص روتين تقدري ان انت تعمليه لنفسك في الشاور. لو انت عندك منتجات انت جربتيها سعرها رخيص وطلعت نينجا، من فضلك اكتبها لي تحت في التعليقات عشان تفيديني
وتفيدي باقي البنات. ولو عندِك أي سؤال، أي استفسار بيدور في دماغِك سواء كان في الحلقة دي أو الحلقات السابقة، تقدري إن أنتِ تكتبيه لي تحت في التعليقات وأنا أكيد هارُد عليكِ. ولو لسه بتتفرجي عليَّ فشكرًا جدًا على وقتِك.